دكتور إيهاب، إزيك؟ إيه الأخبار؟ يا أهلا وسهلا بيك يا حبيبنا. إحنا أنا شايف في الفورم اللي أنت مالتها، إنه أول حاجة، أنك أريد أن أبدأ عمل خاص في عالم صناعة المعلومات، تحويل خبرتي الحياتية إلى خدمات تدريب أو كوتشنج أو ما شابه. وبعدين نبذة عن خبرتك السابقة، فأنت مش كاتب لنا حاجة بحكم إنه أنا عارف يعني الخبرات السابقة بتاع الدكتور إيهاب كلها. وبعدين أكبر تحدي موجود هو التشتت والانشغال، والهدف هو صحيح. استمرارية العطاء ودخل سلبي في حد أقصى سنتين مع وجود استثمارات مستمرة. فهنتوكل على الله. أنا يعني طبعا حاسس إنه هيكون في خير كتير من المكالمة النهاردة، سواء إن شاء الله لإيهاب أو لأي حد هيتفرج على السيشن. لأنه بمعرفتي بيك، يعني معظم الناس عايشة الحالة دي بتاعت التشتت والانشغال اللي انت كاتبها كأكبر تحدي بيواجهك يعني. فخلينا نبدأ. يعني انت قول لي الأول، حابب يعني نبدأ من أنهي حتة يعني؟ هو موضوع التشتت هو بصراحة هي المشكلة العظمى عند الجميع بصراحة، وعندي أنا خاصة. يعني كل يوم زي ما أنت حكيت سابقا، يعني كل يوم تطلع فكرة في دماغك. بروح أوكي بقى ممكن أسجلها على مثلا ون نوت ولا وريفر يعني. آه، بس النقطة المهمة إنه الأفكار كثيرة والهمة قليلة. يعني بمعنى آخر إنه انشغالات الواحد بالدنيا طبعا ممكن تكون هي أعذار، ممكن ما تكونش أعذار في نفس الوقت. يعني لأنه ممكن مع بعض التنظيم، مع بعض أخذ الستبس اللي هي، خلينا نقول لو الواحد يعني عمل كوميتمنت بسيط في حياته، أنا متأكد إنه الاستمرارية في الموضوع هذا بيوصلك النتيجة. لكن المشكلة إنه ببدأ خطوة، بمشي شهر شهرين، بعدين ووب برجع مرة ثانية لورا. ف يعني عندي كثير من الخطوات اللي حاولت وقمت فيها وسويتها. مع ذلك بنرجع مرة ثانية، نبدأ من أول جديد في حاجة جديدة. فالموضوع مش موضوع إنه يعني ما هو مفهوم موضوع مثلا ال الالتزام بجزئية بسيطة، حيث إنه تكون عادة عند الإنسان. زي ما بيقولوا مثلا العادة بتكتسب بعد 22 يوم، أو في أقوال مثلا 30 يوم وتبر يعني، لحد مدة 60 يوم. لو اكتسبت العادة هاي أنت ممكن تستمر على طول. بصراحة أنا كل التجارب هاي خطة يعني خطة أن ألزم نفسي ال20 يوم وال40 يوم وال60 يوم. لكن بنرجع مرة تانية لورا. يبدو لي أنا طبعا حطرح كل الأفكار اللي في دماغي دلوقتي، وبعدين نبدأ نفصلها شوي شوي إن شاء الله تعالى مع حضرتك، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب فيها الخير إن شاء الله تعالى. يعني ف انا نسيت سبحان الله، نسيت شو عايز اقول. هنا التشتت. وده في حد ذاته، وده في حد ذاته بيدينا انديكيتور، بيدينا مؤشر على يعني هو ايه اللي حاصل يعني. واحدة واحدة كده هتيجي ان شاء الله. آه. خلينا نبدأ بالكلام اللي أنا طرحته، اللي هو كثرة ممكن اللي كنت عايز أقوله إنه أحيانا عدم وجود الرؤية النهائية، أو حتى لو في رؤية نهائية أنت عايز تصل لنقطة معينة بمكسب معين، أو بهدف معين عايز تحققه. الموتيفيشن، الحافز اللي يخليك تصل لهذه المرحلة أو هذه النقطة، في غالب الأحيان ممكن يكون مفقود لعوامل كثيرة جدا. ممكن أمر داخلي، ممكن يكون يعني بنفس الشخص يعني، أو البيئة اللي حواليه، أو whatever يعني، أو التشتتات الموجودة في الحياة من جميع الأشياء. الحياة المحيطة فينا، سواء كان على العمل أو المجتمع أو البيئة أو الأخبار أو إلى آخره من الأمور، ممكن تعمل لك نوع من آه، يعني نوع من الإحباط، أو نوع من اليأس، أو نوع إنه خلاص أوكي ما هي مش فارقة، وإحنا أوكي حنصل أو ما نصلش، ما هي في الآخر يعني كل واحد يعني تقريبا
معظم النقاط اللي حكيتها، موضوع التشتت، موضوع حتى لو في وجود هدف نهائي بس ما فيش حوافز ممكن تخليك تستمر، وربنا يجيب فيه خير. يعني مش عارف كيف ممكن يعني نفند الأمور هاي ونحط ايدينا على الجرح او ايدينا على نقطة الوجع بالضبط، نعم. وكيف نعالجه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله. طيب يعني خليني تاني احط حاجه، يعني حاجه كده في كلامنا هتتحط في برسبكتيف، يعني في سياقه علشان الصوره تبقى مكتمله. وممكن طبعا هنا يبقى في حد بيتفرج علينا ومش ملم شويه، لانه تاني انت حاطط لنا نقطه في الحته بتاعه الخبرات السابقه. فاحنا عندنا حد من خبراته السابقه انه يعني حضر رساله دكتوراه في حاجه كان مليانه تحديات، انه لا مفيش، الكلام ده مش موجود. ما ينفعش يتعمل رسالة دكتوراه في الأمر بتاعك. ولكن أنت أصريت وقدمت البحث بتاعك ورسالة الدكتوراه وناقشتها وحصلت على الدكتوراه، برغم إنه كان ده في تحديات قدامك. ويمكن ده يعني من أكبر الحاجات اللي أنت عملتها. لكن في القصة بتاعتك في يعني في تحديات كتيرة، وأنت مريت يعني تخطيت جزء كبير من التحديات. فالفكرة هنا إنه يعني انا حاولت اكتب وراك طبعا الكلام اللي مش مترتب. واللي بالنسبه لي انا فكره انه الكلام مش مترتب، واحنا بينا ميعاد النهارده علشان نعمل السيشن دي اللي هي ان شاء الله يكون فيها فايده، بيأكد فكره التشتت اللي انت موجود فيه. فانا النهارده حتى يعني ما خدتش من الوقت بتاعي ان انا اجهز اقول هي ايه اكبر التحديات اللي انا بمر بيها. ولو انا النهارده هقعد مع وليد ساعه زمن وانا فعلا واخد النيه ان انا اغير حاجه او اعمل حاجه، واخد النيه، على الاقل يعني هحط الحاجه، هديها وقت واقعد افكر فيها وهكذا. لكن تاني قدر التشتت اللي موجود، انا هشيل كلمه الانشغال، لان احنا كلنا عندنا انشغالات، كلنا بلا استثناء. ما فيش بني ادم عايش على كوكب الارض الا وعنده انشغالات. لكن الفكره تاني، هو انا أكيد. مشغول بايه؟ يعني هو انا مشغول بايه؟ كلنا مشغولين. عندنا احنا مثل، ما اعرفش اذا كان مصري ولا عربي، اللي هو بتاع ام العروسه، ام العروسه مشغوله ما اعرفش ايه كده. اه، وفي حاجه تانية بيقولوا فاضي عليها اللي مشغول هو زي ام العروسه. اه. حاجه كده، يعني انا مش فاكر قوي. بس في حاجه كمان اللي هو فكره انه يقولوا كده الامريكان، يعني you're busy being busy. يعني انت مشغول عشان بس انت مشغول. ف... مم. فتاني دماغك مشغوله. اكزاكتلي. انا بمعرفتي بيك يا ايهاب تاني انت دماغك مشغوله بحاجات كتير قوي 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 قوي. و... صح. و... وفكره انشغال الدماغ دي في حد ذاتها هي ماسوره صرف كبيره قوي، شغاله 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنه، بتسحب الطاقه بتاعت ايهاب. فانا يعني هقول حاجه لانه بتحصل لي ايام، وكانت بتحصل لي زمان كتير. ولو ده حاصل عندك ممكن تاكد الكلام او تقولي لا. انه انا في اوقات لما دماغي بتكون مشغوله بحاجات كتير، بغض النظر كلمه كتير دي، بغض النظر انشغال بالي بيها، وهي حاجات مهمه في حياتي مش مهمه في حياتي، خلينا نقول كلها مهمه يا سيدي، كلها مهمه. لكن اكيد درجه اهميتها تتفاوت. اكيد في حاجه مهمه لوضعي الحالي، في حاجات مهمه لقدام شويه، في حاجات ماضي عمال افكر فيه وانا خلاص ما عنديش عليه اي كنترول. فدرجات الاهميه بتاعتها متفاوته. فلما دماغي بتكون مشغوله بكم من التفاصيل او الافكار او ده لوحده بيسحب الانرجي بتاعتي. فانا بقول لك لما انا بمر بده اوقات ببقى لسه صاحي من النوم، لسه صاحي. المفروض البني ادم الطبيعي اللي مهتم بنفسه لما بينام علشان يريتشارج، يشحن طاقته من اول وجديد، وبعدين يصحى الصبح معاه تانك البنزين بتاع الطاقه. فكنت بقول لك الايام اللي بصحى فيها وانا منشغل بحاجات كتيره، ومجرد ما ابدا افكر في كم الافكار دي او الانشغالات دي، اوتوماتيك بحس ان انا التانك بتاع البنزين بتاعي اللي انا صاحي بيه ده عشان اقضي اليوم بتاعي نزل للنص.
ولو سبت نفسي شويه اكمل ورا فكره او اتنين يكونوا من الافكار التقيله على قلبي وعلى عقلي، حقيقي حقيقي بحس ان انا عايز انام تاني، او يبدا عقلي يشتتني في 60,000 حاجه. ف فانا بالنسبه لي ايهاب، من اللي انت بتقوله ومعرفتي بيك تاني، القدر التشتت ده عايزين نحط له حد، لانه تاني لما انت تيجي تقول لي انا النهارده شغال في وظيفه بدوام كامل، و... وانا عايز اعمل بيزنس خاص، فانت اصلا الوقت المتاح ليك علشان تبدا تعمل بيزنس، خلينا نتفق انه عشان اعمل بيزنس خاص ده لوحده فيلم رعب. يعني انت شفت المراحل الخمسه، وكل مرحله محتاجه وقت قد ايه ومجهود قد ايه وهكذا. فانا محتاج وقت وطاقه وبنزين وصفاء ذهن للبيبي الجديد اللي انا عايز اعمله ده. ف فهذا الشيء بيتطلب مني انه يبقى عندي صفاء ذهن. فخلينا لو هنقف النهارده شويه مع بعض، نقف في حته التشتت. انا بالنسبه لي التشتت عندك رايح في الافكار بتاعه البيزنس، فانت زي ما انت تفضلت كل شويه بتيجي فكره انا ممكن اعمل كذا، ممكن اعمل تدريب للمهندسين، ممكن اعمل الاي اي، ممكن اعمل ويب سايتس، ممكن اعمل فيها افكار افكار افكار. فده جزء بيشغلك وبيشتتك جنب الوظيفه. وفي جزء تاني بمعرفتي بيك برضو، جزء له علاقه بالاحداث والاجواء العامه والحاجات اللي انت مريت بيها وضغط على اعصابك ومشاعرك، فده كمان بيستهلك من طاقتك، اذا تتفق معايا. اتفق معاك 100%. بس هو طبعا اللقاء ده لايف مش برايفت، فمش نعم، كل شيء ممكن الواحد يقدر يحكيه. نعم، آه، بس هو فعلا هو الموضوع مش انه مجرد هي اخبار، لا هو بيمسني شخصيا في اولادي يعني واهلي تماما يعني. ف نعم، واسرتي فلذلك يعني هو كونسيوم انرجي مظبوط، يعني بياخذ وقت شديد من، يعني انت يعني لازم يكون، او مش لازم، خلص صار اصبح شبه روتين او شبه عاده انه تقوم تسمع، تفتح الاخبار تسمع شو في مصيبه، او لعل يعني لا قدر الله انك تسمع خبر كده ولا كده من اللي ان شاء الله تعالى ما يحصل، يعني انت فاهم الله يرضى عليك. علي. نعم، نعم، فده من بدايه الصباح، انت اول ما تقوم من النوم الموبايل اللي جنبك تمسكه، لا ان شاء الله تعالى ما فيش اخبار سيئه. تبدا يومك بالطريقه دي. بعدين تدخل في معترك الدوام وزحمه، خلينا نقول مثلا زحمه الطرق الصباح 3 ساعات تقريبا. انا بقعد في الترافيك لحالي بس، اروح على الشغل وجاي من الشغل حوالي 3 ساعات يوميا. وهذا طبعا كونسيوم الطاقه، وان كان طبعا انا بستغلها في كثير في اني بستمع حقيقة يعني اليوتيوب يكون شغال معي طول الوقت في السيارة يعني، أثناء القيادة يعني. و- والدوام الطويل، يعني أنا مثلا بطلع من الساعة 5:30 الصبح أو 5:15 تقريبا صباحا من البيت، برجع قريب ال4:30 5 مساء يعني. فما يقارب يعني حوالي 12 ساعة بالكل، الجهد اللي بيكون واللي بضيع طاقة. مع ذلك آه، برجع كثير احيانا بقعد على الكمبيوتر، بشتغل في الامور اللي شغلاني لحد احيانا بضل الساعه 10 في الليل. فبرجع مثلا برجع بسمع الاخبار مره ثانيه، فبتنام على طاقه ثانيه انت عارف. نعم، احيانا ما بتكونش ساعات النوم كافيه. وده الضغط النفسي اللي عندنا يعني. نعم. وبس مش يعني مش هقدر اكتر من كده يعني افصل. لا يعني لكن هو اكيد اللي انت الصوره واضحه قلته، يعني. كافي جدا، كافي جدا. وتاني يعني في وسط الكلام اللي بيتقال وفي السطور اللي احنا بنقولها، في يعني واضح فين العلة. فيعني اذا هتسمح لي، خليني برضو اشارك معاك حاجة يمكن نكون دردشنا فيها قبل كده. آه، عندنا الراجل اللطيف، الاستاذ ستيفن كوفي، اذا انا فاكر صح يعني، كان بيقول ان احنا كلنا في الحياة بلا استثناء عندنا او عايشين في دايرتين.
تمام. خلينا نقول ادي دايره وادي دايره. طيب الدايره الكبيره اللي كلنا عايشين فيها هي دايره اللي بنسميها دايره خلينا نقول الكونسيرن، او خلينا نقول ماشي الكونسيرن. دايره كل ما يهمني، دايره كل ما يشغلني، الحاجات اللي ضغط على اعصابي، كل الحاجات اللي انت تفضلت بيها. وبعدين عندي دايره صغيره تانية جوه اسمها دايره الكنترول. ايه اللي انا ليا عليه كنترول، ايه اللي اقدر اغيره، ايه اللي اقدر احركه. وبعدين الفيلم بقى في الدايرتين دول انه خلينا نخلي الدايره الكبيره بتاعت الكونسيرن دي كده عشان تبقى باينه لنا اكتر شويه، دايره حمراء كده ما يعلم بها الا ربنا. فكلنا بلا استثناء عايشين في الدايرتين دول. الفكره بقى انه كل واحد فينا بيركز معظم الوقت في اليوم بتاعه على ايه. وخلينا نفصص الحته دي، بيركز معظم الوقت على ايه. ففي مقوله بتقول wherever your focus goes your energy flows. المكان اللي الفوكس بتاعك او التركيز بتاعك بيروح عليه، الطاقه بتاعتك بتروح عليه. فانا تخيل ان انت ايهاب وهو بيحكي دلوقتي قال لك انا اول حاجه بعملها الصبح بقوم رايح ماسك التليفون لعله ان شاء الله ما يكونش في اخبار وحشه. خلينا نتفق كده بما ان احنا بنتكلم على بيزنس يعني، وايهاب عايز يعمل بيزنس وهكذا. الاخبار، فكره الاخبار والتوك شوز دي اساسا مين اللي بيقولها؟ الناس بتاعت بيزنس. يعني ما تتفرج انت على قنوات فضائيه ده بيزنس، لما تتفرج على حاجه على السوشيال ميديا ده بيزنس، صح ولا لا؟ ايوه فبقول لك تمام. متفق معايا انت على انه برامج التوك شوز السوشيال ميديا الكلام ده كله بيزنس في الاخر؟ لا شك طبعا. طبعا. طيب بزنس فالبيزنس باجندات معينه يعني. اوكي. بيزنس ايه؟ باجندات معينه يعني. نعم او حتى خلينا يا سيدي ما نروحش للاجندات، بس هو بيزنس في الاخر. فالبيزنس طول الوقت بيبقى عايز انه مصدر البيزنس بتاعي هو المستهلك. بغض النظر انا في انهي بيزنس، لكن البيزنس انا عايز طول الوقت المستهلك بتاع الخدمه او المنتج اللي انا بقدمه يبقى موجود قدامي. فمفيش برامج توك شو، مفيش نشرات اخبار هتصحى الصبح تقول لك صباحك سعيد دكتور ايهاب، اصحى الصبح النهارده ان شاء الله تفائل بالخير تجده، انت كل اللي عليك انك تسعى، ومش مفيش حد يعمل لك موتيفيشن في برامج التوك شوز. نو واي. فالنهارده لما تيجي تبص على احنا بنتعلم واحنا ماشيين في الطريق. الناس اللي ناجحه على الارض ما بيعملوش كده، ما بيصحاش الصبح يدور على الاخبار. بغض النظر تاني انه ايهاب ممكن يقول لي دلوقتي الوضع مختلف وانا الحياه عندي كذا و بس انا وانت هنتفق انه ربنا سبحانه وتعالى ما بيحملش حد فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صح ولا؟ صحيح. فايه اللي بيحصل هنا لما انا اقعد اركز على الدايره بتاعت الكونسيرن؟ يو نو وات اكشلي، عشان تبقى اللي احنا بنقوله اوقع، هي العكس. انا اسف كده. فهي الدايره اللي جوه هي دايره الكونسيرن. فايه اللي بيحصل لما انا اقعد اركز على دايره الكونسيرن؟ ايه اللي بيحصل؟ تفضل تكبر 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 تكبر، لانه زي ما بيقولوا تاني wherever your focus goes your energy flows. فكل ما انا اقعد اركز على الكونسيرن، الحياه فيها كذا واللي بيحصل والاهل جميل جدا، انا الكونسيرن عمال يكبر يكبر يكبر، وبعدين سايب لي في دايره الكنترول بقى موضوع ضيق جدا، ده اللي انا بقدر اعمل فيه كنترول. والعكس صحيح. انا النهارده لما اصحى الصبح من النوم، بدايه اليوم زي بدايه البيزنس، لسه كنت بقول في السيشن اللي قبلك انه تاني البيزنس والحياه الاثنين حاجه واحده. ف انا اقدر اصحى الصبح وابدا ابص على البيزنس بتاعي واقول فين الفرص اللي موجوده في البيزنس النهارده علشان اقدر اغتنمها واكبر البيزنس، احسن البيزنس ازاي. واقدر اصحى الصبح اقول ايه المشاكل اللي موجوده في البيزنس، تعال نشوف هروح اطفيها ازاي. واقدر اصحى الصبح اقول ايه المشاكل المحيطه بالبيزنس بتاعي واللي انا ماليش عليها كنترول، اللي انا مش قادر اعمل عليها كنترول، واروح اركز هنا. فانا مش قادر احل حاجه في البيزنس، مش قادر اخد البيزنس للنكست ليفل. نفس الحكايه في الحياه.
فانا عندي حته في التشتت اللي عندك يا ايهاب في بدايه اليوم من كلامك. بدايه اليوم انك تصحى الصبح تتمنى انك لما تمسك الموبايل تلاقي حاجه بتقول لك خبر حلو. يعني نتمنى كلنا نسمع الاخبار الحلوه. لكن اتوقع ان دورنا في الحياه ان احنا يعني نساهم في صنع الاخبار الحلوه، مش ان احنا ننتظر نسمع اخبار حلوه. معايا يا ايهاب؟ يعني معاك، سامعك بس مش معاك في الكلام. طب يلا قول لي، ما انا مش طالع اتكلم مع نفسي يعني. ما احنا برضو مش هندخل في موضوع يعني انه زي ما انت اتفضلت. يعني انت قلت انت هتقول لا، ايهاب هيقول لك الموضوع ده مختلف. بس انا نقطة وحيدة بس قلتها في سياق كلامي، انه الموضوع بيخصني جزء. يعني مثلا بنتي مثلا موجودة في، خلينا نقول كده يعني عادي. ما انا فيش حاجه اهلي موجودين تستخبى في يعني، فلسطين مفيش في حاجه غزة تستخبى وتحت ما فيش حاجة، يعني ما فيش حاجة. ومنهم بنتي يعني اللي هي كانت طبعا مولودة في الامارات وعايشة وراحت فلسطين تدرس، وصار اللي صار. واحدة يعني واحد من اولادي اللي هي بنتي هناك طبعا الحمد لله يعني اتجوزت هي، بس قاعدة تحت الضرب وتحت الجوع، وايام طويله ما فيش اكل، ويعني والامور كلها اللي تعرفوها واللي ما بتعرفوها يعني. ووالدتي قاعده في الشارع دلوقتي. مثلا انا اتكلم دلوقتي، والدتي قاعده في الشارع تماما، يعني ما فيش حتى خيمه تقعد فيها. نعم. بموضوع الترحيل اللي صار حديثا يعني في مدينه غزه، اضطروا يطلعوا مع شو اسمه. وفي نفس الوقت حتى الفلوس، حتى لو انت بدك تدعمهم، فلوس ما بتصلش بالطريقه اللي احنا مش عايزين نعرض المشكله، لانه مش ده موضوع الحلقه طبعا. بس هو ده لا بس لا ده شك انه واخد ماخذ حيز جزء من كبير. التفكير. طب مش حيز، ده واخد جزء من كبير جدا من ايوه تفكيرك ايوه طبعا. بالضبط. ما... بالضبط ماخذ بالضبط جزء كبير من تفكيري وطاقتي زي ما انت تفضلت. آه، طبعا هو الانسان يعني طبيعته بيشغل نفسه يعني، وانا واحد من الناس اللي دماغي دائما شغاله، ما اعرفش حتى وانا نايم شغاله. فلو ما فيش المشكله دي ممكن لقيت لي مشكله ثانيه شغلت نفسي طبعا فيها. طبعا، شكرا على زي صدقك مثلا مع نفسك زي يعني. مثلا زي مثلا يعني عملت دراسه الماجستير والدكتوراه، ما انا كنت شغال ومطحون وبس كنت خلاص انا عندي هدف اني اصل لمرحله الماجستير. يعني قررت قرار انه انا دلوقتي حدرس، بديت من البكالوريوس يعني، حدرس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وانا على راس عملي. وكنت اقعد في المكتب للساعه 10 في الليل حتى خلصت الحمد لله 400 بامتياز ولله الحمد. فهي نعم. لو ما فيش حاجه تشغلني شغلني. بس ده حاجه زي ما انت تفضلت، شيء يعني ان كنترول. وفي نفس الوقت يعني يو كانت اجنور. يعني انت ما بتقدرش تتجاهل تقول لا انا ماليش يعني اوكي ما اقدرش اعمل حاجه فخلاص يعني انا اعيش انجوي ماي لايف. يعني يو كانت في الاخر انت بدك تحس في الناس اللي هم اهلك، اللي يعني فيري كلوز ريليشن صح. معك، بضلك شغلينك بصوره او باخرى. انت ما بتقدرش عفوا يعني ما بتقدرش حتى تاكل اللقمه وانت عارف انه بنتك مثلا اللي هي على بعيده عنك مش قدام عينك بتقول لك يا بابا انا لي كم يوم جوعانه. نعم. انا قعدت فتره من شو اسمه والله مثلا شهر او شهرين ما شبعتش نهائي. نعم. فيعني شوف يعني قديش الالم النفسي اللي بتسببه. طب انت ممكن حتى لو انت مش قادر تعمل حاجه، بس انت بتكون غارق في الحزن اللي بتسمعها من خلال هذه الاخبار. نعم. آه، برضه بنرجع نقول احنا مش ده موضوع، احنا مش المفروض يعني نضيع وقت اللايف في عرض المشكله هي، لانه في الاول والاخير ان كنترولد. وبعدين في ناس بتسمع لازم تستفيد اكثر ايوه بس ما هو من هو الموضوع تاني، ده. اللي انت بتقوله يا ايهاب تاني، هو واحد من اكبر الحاجات اللي رفع لك فرامل اليد. ولو حتى حد بيسمعنا النهارده تاني، القصه عند البني ادمين واحده، القصه عند الكائن البشري واحده. فبغض النظر النهارده ايهاب الكونسيرن الكبير اللي عنده انه اهله درجه القرابه الاولى موجودين في وضع يعني مأساوي
قدام عيون العالم كله. لكن الواقع بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بقى يعني اللي مدبر امر الكون ما خلاش ايهاب موجود في الوضع ده، وخلاه موجود في وضع تاني بيشتغل وبيتعب وبيشقى وبيحاول ان هو يبروفايد، بيحاول ان هو يكون الداعم لاسرته في المأساة دي. فلو ايهاب النهارده صحي من صحيح. النوم ونام بالليل على انه بيبص على ده وعايش الحزن، تعال نقول حتة تانية برضو عشان انا وانت نتفق عليها والناس تستفيد برضو. انه انت رسالة الدكتوراه بتاعتك ليها علاقة بتفعيل وتطبيق الشريعة الإسلامية ومفاهيمها على البناء والمعمار وهكذا، صح الكلام؟ صحيح، نعم. او بمعنى اخر البناء بس بمنظور اسلامي. نعم. نعم. فانت طول الوقت ما شاء الله تبارك الله عليك طول الوقت بتتكلم على ازاي والنظرة الإسلامية وفي المعمار، وعامل دكتوراه في حاجة عظيمة جدا. طيب لما نيجي النهارده ونقول ما هو انت ما تقدرش وغصب عنك لازم تعيش ومشاعر الحزن وتبقى كذا وبتاع، طب هو مشاعر الحزن دي لغايه امتى؟ يعني هو برضو من الشريعه الاسلاميه ان انا ما اهلكش نفسي حزن. يعني لازم احزن، البني ادم لازم يحزن، بس لو انت لا، هو ماشي. أنا أعقب بس نقطة. هو أكيد الإنسان المؤمن والمسلم والشريعة بتدعوك إلى الصبر أو التصبر حتى تصبر، وأنك في الأول والأخير أنت إنسان متوكل على الله، وتعلم أن ذلك قدرك، وأنه يعني شيء، أنه دائما كل أمر المؤمن خير. إن أصابته مصيبة صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ففي جميع الأحوال هو حال المسلم هو خير في كل الأحوال. لكن النقطة اللي يعني برضو أنا مش عايز أضيع ما وقتك هو في ما هذا هو الموضوع. هو مش النقطة إنه تضييع هذه وقت. هي سحبة الإنرجي يعني. ايوه حبيبي، بس سحبة انت الإنرجي بس انت انت مخليك. بس انت اللي مخليها سحبه الانرجي. هو في الاخر قرار، هو اختيار، هو اختيار. لانه تاني انا مش شايف ان هو ده بيضيع وقت الحاجه، لانه تاني اختيار من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فما بالك يا لما بتكون حبيبي أهلك يعني. يا حبيبي، ما انا ما قلتش ان الواحد يعني ما تبقاش بتسمع كلامي ان انا بقول لك ايهاب يعني يبقى اهلك بيجرى لهم كذا وانت قاعد في اللالا لاند، او بتروح بالليل تسكر في بارات او تعمل ما اعرفش ايه. بس هرجع اقول لك تاني، طب هو انت ليه بيجي عليك وقت لما ترجع الساعه 5 من شغلك بعد 12 ساعه بره البيت او 12 ساعه صاحي، بترجع وبيجي عليك اوقات تفضل قاعد قدام الكمبيوتر ل 10 بالليل عشان تعمل شغل اي او عشان تعمل كمبيوتر ديزاين او عشان تعمل او عشان تعمل او عشان تعمل؟ ايه اللي بيخليك تعمل ده؟ ما تخليك اقعد بقى اهتم الامر المسلمين. ويعني انا فاكر مره من المرات كنت زمان كنت بتابع يعني حد من المشايخ يعني، وراجل على وشه يعني سماحه كده طول الوقت وهكذا، و وما شاء الله عنده علم وحكمه وربنا فاتح عليه يعني. وبعدين طلع له واحد من الناس كتب له كده في تعليق: انت يعني بتكلمنا وانت مبتسم ومش شايف حال الدنيا بيحصل فيها ايه، وانتوا يا شيوخ الفتنه انتوا مش عارف ايه. ومسك الراجل يعني ذبحه على الانترنت. فكان هذا الرجل يعني ما شاء الله عليه يعني رد عليه بجمله كده انا ما بنساهاش ابدا. قال له: يا سيدي، النبي عليه الصلاه والسلام كان يحمل هم الامه، هم الامه، وبعدين كان عنده وقت تاني يسابق عائشه فيسبقها وتسبقه. ويعني ما هو الحياة فيها أدوار، الحياة فيها أدوار. فأنا عندي دور هنا، أنا ههتم في وقت معين، ههتم في وقت لأمر الأسرة والمشاكل اللي هم فيها بقدر لا يؤدي إلى هلاكي. لأنه أنا لو هلكت وهم في وضع صعب، طب ما خلاص ما بقاش فيه يعني، ما خلاص كلنا هلكانين بقى. وده بالظبط اللي بقى جزء من كلامك تاني اللي انت كنت بتقوله من شوية، انه ما بيجي عليك افكار انه طب والواحد يعمل كل ده ليه اصلا؟ يعني ما هو كده كده كله رايح وكله ضايع وكله ما اعرفش ايه. فالحاله دي كمان ال 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 التطور الطبيعي بتاعها، انا داخل في حاله اكتئاب. انا الحياه كلها ملهاش لازمه، فانا لا انتج عشان ايه ولا عشان مين؟ وبعدين ارجع اقول طب انا محتاج موتيفيشن. فهي
حاجه تاخدك فايرال داون يا ايهاب. فتاني انا مش كلامي ابدا هنا، ولا طبعا ليا الحق ان انا اقول لك انه يعني تعامل مع الموضوع بانه كانه خفيف خالص اطلاقا. انا مقدر جدا 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 مشاعرك، لكن اللي عايز اقف عنده انه ما احبسش نفسي في الدايره دي وبعدين ارجع اقول تاني يعني انا مشغول فمش عارف اعمل، مش عارف اركز، او مش عارف اعمل شغل، او مش عارف اعمل بيزنس، او مش عارف اعمل. خلاص خد قرار، يعني خد قرار. يا اما انا هفضل في الحاله دي وانت عارف وانا عارف انه مش هو ده اللي ربنا عايزه منك، مش هو ده اللي الدين عايزه منك، او انه لا انا محتاج اتعلم، اتعلم تكنيكس، اتعلم عن حاجات ناقصاني زي الايموشنال انتليجنس. وتاني انا الكلام ده بالنسبه لي مش بعيد عن السيشن، ومش بعيد عن اي حد هيتفرج علينا بعد كده وعايز يعمل بيزنس، لانه رائد الاعمال يا ايهاب، الناس اللي بتنجح في البيزنس هم حقيقي كل يوم عندهم تحديات، كل يوم عندهم تحديات. ولما نيجي نمسك الكائن البشري ده، هو حضرتك قدام التحديات بتتحرك بمشاعرك وافكارك. انا افتكر مره من المرات في شركتي الاولى اللي نزلت على الارض، تساوت بالارض يعني، وكانت مشاعري وقتها سيئه جدا. افتكر مره من المرات قابلت حد CEO كده من الناس الكبيره الجامده، وكنت قاعد بتكلم معاه، قال لي جمله برضو ما بنساهاش ابدا. قال لي وليد انا بصحى كل يوم الصبح، حرفيا قال كده، انا بصحى كل يوم الصبح واقوم بعد كده ما اهتم بنفسي وبتاع، اقول لها ها هتجيب لنا ايه النهارده يا دنيا؟ عايزه مننا ايه النهارده؟ هترمي لنا بلاوي ايه النهارده؟ this is life. يعني بغض النظر تاني كل واحد فينا التحديات بتاعته، الكونسيرن اللي عنده، المشاكل اللي عنده، الهم اللي عنده جاي له شكله ايه. كلنا عندنا اور اون فير شير يعني من الموضوع ده، كلنا عندنا الحصه بتاعتنا من الحاجات اللي ممكن تشغل بالنا وتهمنا. فانا خالص لا اجرؤ ان انا اقول لك انه اللي انت بتتكلم فيه ده حاجه صغيره يا عم حطها على جنب خالص، بس كمان ما خليهاش تستنزفك او تستنزف قدر كبير جدا من افكارك ومشاعرك على مدار اليوم. وبعدين في الاخر ايهاب ما عندوش وقت يقعد يبقى بيفكر بشكل استراتيجي لمستقبله. عفوا ايهاب، عندك كام سنه دلوقتي؟ 53. العمر كله يا رب. ف... فلو انا النهارده 53 وعندي الدافعيه والحماس او الافكار حتى ان انا اللي انا فيه ده الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، بس I can give more. انا لسه اقدر ادي اكتر، لسه اقدر اطلع افكار، لسه اقدر اعمل حاجه برايفت ليا ولاهلي والناس اللي بحبهم. آه ف خلينا نقول الوقت مش في صالحنا، يعني انه 53 ربنا يديك العمر يا رب، بس المجهود البدني مع الوقت هيقل. صحيح صحيح، هذا جانب بدأت أحس فيه يعني بصورة كبيرة، خصوصا في السنتين ثلاثة الأخيرة. لكن برضو بنتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. تسلم لي. وبنتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها عمل صالح أو علم ينتفع به. فأنا مثلا غايتي من الموضوع اللي أنا بشتغل فيه بعد الدوام هو موضوع العلم ينتفع به. وفي نفس الوقت يعني زي ما أنت تفضلت، أنا بكبر والصحة بتقل شوي شوي، والهموم بتزيد والاعباء كثيره. فانت محتاج انه يكون في عندك باسيف انكم، او خلينا نقول انكم، يعني بغض النظر هو كيف وصفه، فيغطي، فيكون هو ماشي في خانتين: هو علم ينتفع به، وفي نفس الوقت يعطيك نوع من الراحه الماديه. ده طبعا هدف في الموضوع. عظيم. آه، يعني صحيح. ولذلك انا بحاول، يعني انا مثلا يمكن عشان برضو كسبا للوقت، يعني من ضمن الافكار اللي بعملها او تقريبا يعني بدأت اميل لها بشكل كبير، انه انا مش حابب مثلا اعمل دورات او غيره، انا حابب اعمل كتاب او كتب بمعنى اخر، من
نابعة من العلم اللي أنا تعلمته، بس أصيغه بصياغات أخرى مختلفة، بأشكال مختلفة، بطريقة روائية، بطريقة أكاديمية، بطريقة تكون مثلا قصصية. يعني طيب عدة طب اسمح خلينا لي اسمح نقول لي اسمح لي فيرجنز منها اسمح لي يعني. اقاطعك يا ايهاب هنا، لان احنا هنخش على حته تانية، وده ده شيء عظيم جدا. بس انا حابب ان انا اقفل معاك حته، يعني نربط عليها كده الصاموله ديت، نربطها خالص بحيث ما نرجع لهاش تاني. يعني انت النهارده كنا تمام. عمالين نتبادل اطراف الحديث في اول قعدتنا النهارده، وانه يعني لا دول اهلي والامه والحزن ودلوقتي انت لوحدك رحت ذكرت حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو اخر القيامه و فانا هبقى عايز انا وانت نتفق عفوا، او بس استاذ وليد، دقيقة نعم. بس. انا ما ذكرت طيب القصة بس عشان ابين انه السيناريو او الحل اللي انا فيه، انه في جزء كبير من حياتي مخداها الامور الثانية. بس مش معنى ذلك اني يعني انا وصلت لدرجة الكآبة وقعدت وخلاص اقعد الطم واقول يا حظي يا طب اهلي. لا، انا عارف بمعرفتي انه انا في بمعرفتي هدف بيك في يا الموضوع. ايهاب، انا بمعرفتي بيك تاني، يعني ممكن الناس النهارده لو حد هيتفرج على ده يبقى شايف ان انا شويه يعني يعني طف شويتين. بس انت عارف انا بحبك. خذ اه راحتك. اه ف خذ راحتك وانا كذلك والله. بغض النظر. البوينت هنا اللي انا عايز اقولها انه تاني انا عندي ايهاب آه على الارض اثبت لنفسه واثبت لناس كتيره جدا انه بحول الله قادر انه يعمل حاجات كل اللي حواليه بيقول لا ما تتعملش. صح كده؟ صحيح، نعم ان شاء الله. نعم. وعندنا اهداف جميله، وعندنا طموحات حلوه، وهو ده في الاخر الانسان هو اللي بيحييه الاهداف والطموح وهكذا. طيب احنا بنقول تاني انه فكره ان انا اعمل بيزنس ايا كان، انا هروح للحته بتاعت الكتب اللي انت قلتها دلوقتي، لكن ايا كان نوع البيزنس اللي انت عايز تعمله، لو بيزنس بندور على انه يكون مستقر ومربح ويقدر يديني ان شاء الله في خلال سنتين، زي ما انت كاتب في الهدف بتاعك انه في خلال سنتين يبقى بيعمل لي باسيف انكم و خلينا نتفق ان دي حاجه محتاجه مجهود ووقت واستثمار. ويعني انا كاني باسس في العالم بتاع البناء بتاعك، كاني باسس انا بنيان محترم، فانا محتاج اسس له اساس محترم. فانا النهارده صحيح. في عرض كل نص ساعه اقدر اخلي ايهاب يرجع يكتسبها تاني وينتزعها تاني، انا ايهاب اولى بيها. كل نص ساعه تركيز، او كل نص ساعه اهتمام بنفسك، او كل نص ساعه استثمار في نفسك، ايهاب اولى بيها علشان يبقى ايهاب بيتحرك ناحيه الجانب المضيء من الحياه والجانب اللي فيه الاهداف وهكذا. فانا بس حابب اقفل معاك دي لما بقول لك انا هنا قبل ما نموف لحته الكتب، عايز اذا هتتفق معايا آه يعني عايز ايهاب يوعد نفسه دلوقتي، او يقول لوليد واحنا عندنا لقاءات تانية وهكذا، انه انا هسمح لنفسي، هدي لنفسي وقت قد ايه اقعد اعمل فيه كل اللي انا عايز اعمله. يعني ممكن اقعد وانا راجل كبير كده وليا مكانتي ينفع اقعد على جنب واقعد اعيط واعمل بلاوي سودا واعمل اللي عايز اعمله، بس وقت قد كده ادي لنفسي المساحه دي. بس من بعد المساحه دي ما تخلص انا بحارب، انا مطلع السيف بتاعي وبحارب. ففكره بس تاني ان انا عايز اشوف معاك طريقه او وعد انت توعده لايهاب، وتبدا تقيس وعدك ده لنفسك انه قد ايه من الوقت، بس الوعي بفكره قد ايه من الوقت انا بقعد في الحاله بتاعه الحزن والاسى وهكذا، وقد ايه من الوقت انا ببني، قد ايه من الوقت انا بعمر. آه واذا تسمح لي كمان واحده هنا من الحاجات المهمه جدا علشان تساعدك تستعيد السيطره على بعض من الوقت، هي فكره تاني الكلام. ان انا طول الوقت انا بتكلم بقول وكذا وكذا وكذا، فانا عمال بخلي انا بتكلم، مش كفايه توك شوز، لا يعني البرامج وانا كمان بتكلم، فطول الوقت كل ما هو سلبي عمال يطلع على دماغي
ويعمل لي برين هاي جاك، يمسك دماغي بقى كده ويسيطر عليها ويتحكم فيها. فاذا هتقول لي ايهاب او هتكلم ايهاب بتاع نسخه 55، احنا 53 دلوقتي وعايزين في 55 ان شاء الله يكون في بزنس بيعمل باسيف انكم. فايهاب بتاع 55 هيطلب من ايهاب بتاع 53 وقت قد ايه هنسمح لنفسنا فيه ان احنا نجو اكستريم، يعني نبقى يعني بنعمل كل حاجه ممكن نعملها او نقول كل حاجه ممكن نقولها، بس بعد الوقت ده احنا بنبني لنسخه ايهاب 55. انا قادر اوصل لك انا عايز اقول ايه؟ انا فاهم عليك. يعني انا مش لازم، يعني خلينا نقول انت اللي عايز تقوله انك لازم تفصل بين الامور، بحيث انك يكون تركيزك على اللي انت عامله. في انا بقول لك اياها، انا تقريبا يعني ده اللي بقوله لنفسي كل يوم. يعني الكلام اللي بتتفضل فيه كلام رائع ومنطقي، وهو تقريبا بداية الحل. بس ده انا بقوله لنفسي كل يوم. مش عايز احط مشكله في الموضوع، الا انه زي ما اقول لك، يعني انا يعني خلينا نقول الحزن ده صحيح انه شاغل قلبي وشاغل وقتي وشاغل كذا، لكن مش محتاج اي اكسترا تايم. يعني هو اوريدي موجود ولحاله. بقدر في نفس اللحظه اكون ان باراليل شغال في امور تانية ومركز عليها. ده بس اللي يعني ما بقدرش انعزل انعزال تام عن الموضوع، لانه هذاك الموضوع ضخم جدا وكبير جدا وبأثر فيك بالطريقه. لكن في نفس اللحظه ان باراليل انا بقدر اركز على اكثر من امر في نفس اللحظه. طيب، اعانك الله على هذا الشيء، اللهم واتمنى غير انك ان انه شاء موضوع الله. شويه الطاقه، يعني طاقه نعم. بس شوي بتقل احيانا. ما هو طبعا انت يعني انت بتقول كلام، هو ما فيش حاجه اسمها انا يعني مش موجود في سيكولوجيه البشر ان انا في حزن موجود وانا بأبدع وانتج واعمر والحزن موجود. يعني انا اي داوت، بس تاني يعني دي نصيحتي ليك. لكن هروح منها على الجزئيه الثانيه الخاصه بموضوع الفكره بتاعت الكتب. خليني اقول لك يا ايهاب انه البيزنس اللي انت بتتكلم عنه دلوقتي هو بيزنس في عالم صناعة المعلومات. انت في الاخر هتبيع معلومة، مش هتبيع منتج عيني. تمام. تمام، سامعني؟ صحيح. تمام. في عالم ايوه، صناعة سامعك. المعلومات، في نوع البيزنس اللي اسمه عالم صناعة المعلومات، الكتب ما تعملش بيزنس. الكتب ما بتعملش باسيف انكم. الكتب بتستخدم وليها قصه طويله عريضه، ليها فانلز خاصه بيها، تستخدم لانك تحصل على الاوثوريتي، انك تبقى حد بيشار اليه بالبنان او يتبص عليه انه حد قوي فيما يتحدث عنه. خصوصا طبعا لما تسوق للكتاب وانه يبقى بيست سيلينج او متباع معرفش باعداد قد ايه او ليها قصه طويله عريضه. لكن الكتاب في حد ذاته لو انت فكرت تطلع كتب من هنا لسنتين قدام هتبذل مجهود كبير جدا، وده لوحده مش هيعمل لك باسيف انكم، مش هيعمل. انت ممكن تصرف اكتر على الماركتنج وتسوق عشان الكتب تتباع، بس في الاخر هتلاقي نفسك مش عامل مارجن. فخلي الكتب لو انت عندك شغف ليها خليها واحده موجوده من الحاجات نبقى نتكلم عنها واحنا ماشيين في الطريق، ازاي ممكن تستخدمها علشان تبني البراند بتاعك وتبني البيزنس وتعمل اوثوريتي وهكذا. لكن مش هي نقطه البدايه. ولذلك هنا مهم جدا 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 انك تحدد نقطة البداية. فايه هو شكل المنتج او الخدمة اللي انت عايز تطلعها؟ وهنرجع نرد على السؤال التقليدي اللي بنقعد نسمعه، يعني اللي هو البيزنس بتاعي بيحل مشكلة ايه لمين؟ طيب، هو البيزنس بتاعي بيحل، او خلينا نقول بيلبي شغف اللي هم خريجين الهندسه المدنيه او المعماريه، كانت في بدايه مشوارهم في حياتهم الكونستراكشن وغيره. ليش؟ لانه هو بيدخل زي ما تقول كده انت تعمل ضبط المصنع. يعني انت تضبطه على مفاهيم ومعايير معينه اللي يبدا فيها حياته بطريقه سليمه،
بيرضي نفسه، يكون في ارضاء لنفسه انه هو بيعمل حاجه صح، وارضاء لربه طبعا قبل لا، كل بس شيء، انا هنا هقطعك، واثر على المجتمع. هقطعك هنا يا ايهاب، لانه اللي انت بتقوله ده اللي ايهاب بيتمناه من ورا البيزنس بتاعه، اللي ايهاب عايز يعمله كاثر وعلم ينتفع بيه وبزنس من ورا البيزنس بتاعه. بس كل اللي انت قلته ده مش مشكله حقيقيه موجوده دلوقتي عند الشريحه اللي انت ذكرتها. يعني انا بالعافيه لو وصلت انه اصل لفكره انه اوكي هو بيلبي شغف. انت بتقول انه ده اللي انا بتمناه، صحيح انا ده اللي انا بتمناه، لكن برضه في ممكن يكون شريحه كبيره، او خلينا نقول شريحه معينه من الناس تتمنى انه تبدا طريقتها بفهم صح. طبعا هي بتبدا زي ما تقول الفاندمنتالز او الاسينشالز، يعني اسبيكتس، وبعديها تبدا الخبره عليها. فانت يعني يعني بعمل زي تأسيس في البداية للشخص هذا لما يروح على الحياة العملية. ساعتها أنا بقول له ده الأسس، وابدأ كده افهم الأمور الهندسية، واحد اثنين ثلاثة، بس خدها من الناحية دي، واحد اثنين ثلاثة خدها من الناحية دي. ده بتكون رحلة طويلة، يعني آه، مش هي يعني. طبعا زي ما أنت تفضلت، هو أنا خبرة 30 سنة اللي في الإمارات تقريبا، أو 29 سنة، وشغال في المجال الهندسة. والعلم الشرعي او العلم الاسلامي اللي دخلته عليه هذا كان آه، يعني لاحقا على الخبره، مش نعم. مش العكس يعني. نعم. آه، ولذلك هنا تاني الصياغه اللي انت بتقولها دلوقتي اوقع واجمل. يعني خلينا نتفق الاول على لما نقول البيزنس بتاعي بيحل مشكله ايه لمين، خلينا نبدا من عند مين الاول. فانت مين بتاعتك هو المهندس حديث التخرج، صح كده؟ صح، نعم. طيب حديث ده اللي هو يا دوب لسه متخرج امبارح، ولا حديثه بقاله 5 6 سنين شغال، ولا ايه بالظبط؟ لا، هو حتى ممكن يكون طالب، يعني في نهايه المراحل، يعني بدايه حياته، يعني ممكن يكون من الطالب اللي ضايله مثلا سنه في دراسته، او عايز يتخرج ويبدا في مشواره. حلو. فانت بتقول هنا انه انت هتشاور له على الطريق يبدا صح ازاي، لانه تاني كلنا عارفين في الوطن العربي انه كتير جدا من يعني طلبه الجامعه بغض النظر عن هو بيدرس ايه، هو لما بيطلع بيصطدم بارض الواقع انه كل اللي انت درسته حاجه والواقع حاجه تاني، وتعالى نتعلم من اول وجديد بقى هو الشغل اللي بيتعمل على الارض بيمشي ازاي. صح كده؟ صح كده، وخصوصا مثلا مجال الهندسه، يعني بتفاجئ كثير مثلا المهندس اللي عماله بيدرس 4 أو 5 سنوات معادلات رياضية وتصاميم، ومسكين يعني بتتعمص عينيه وهو يشتغل ليل نهار، في الآخر بيطلع على سايت تحت الشمس ويضرب في العمال ويصرخ على ده، وانت ده، ويخبط في ده ويخبط في ده، ويتغرق كونكريت. يعني عالم تاني غير العالم اللي هو كان متخيله في الجامعة يعني. هو الباش مهندس بيطلع مش باش مهندس يعني في الاخر. نعم. حلو جدا. فده في حد ذاته اللي انت وصفته دلوقتي ده حالا، ده وجع، ده مشكله. يعني انا النهارده عشان ادخل كليه الهندسه كان لازم اكون متفوق دراسيا اصلا. فانا يعني قبل الجامعه لازم اكون متفوق دراسيا، وبعدين ادخل جامعه دراسه فيها صعبه، واقعد 5 سنين ادرس، والله اعلم لو حد زي مثلا عندنا في مصر يخلص ال5 سنين ويخش كمان جيش سنتين ثلاثه ولا سنه ولا ايا كان. وبعدين يبدأ حياته فيروح يتفاجئ انه كل البهدله اللي ايهاب بيقولها. وبعدين كمان ده اذا راح وقالوا له لا احنا عايزين خبره، يعني كمان يروح يدور على وظيفه انت ما عندكش خبره، تعالى بقى نشغلك عامل ولا بتاع الاول ولا ايا كان. فهنا دي مشكله كبيره جدا عند حديث التخرج، ده وجع بين قوي جدا. دي مشكله يا وليد، نعم. دي مشكله صحيح، بس مش الدواء مش عندي. يعني اللي انا العلاج اللي انا بقوله هو بيستهدف هذه الشريحه اللي هي بتبدا فيها صحيح، بس مش عشان يعالج انه هو حيعطي له مثلا، يعني ينقله من الحلم اللي كان فيه للواقع. لا، انا مدخل له مسار ثاني، انا مدخل له مسار اخلاقي، علاقات، فهم اوسع يعني.
يعني ديب ثينكينج يعني في الموضوع، مش انه والله انا اذا انت اخذت الكورس مثلا بتاعي ولا قريت الكتاب بتاعي ولا وات ايفر، انت هتنتقل هتبقى خلاص انت صرت فاهم، لا انت بس انت استاذ انت من شويه هتروح كنت تشتغل بتقول على لي طول. انت من شويه كنت بتقول لي انه في رحله انت هتمشي معاه رحله. الرحله دي تفاصيلها ايه؟ يعني ما هو تاني ده الجزء التاني من الموضوع، انه انا عرفت احدد ما هي الشريحه دي, وعرفت دي احدد دي المشكله. مشكلتي. اه دي مشكلتي انا، انه البرودكت اللي عندي اللي هو الاخلاقيات، بمعنى اخر يعني الاضافه الاخلاقيه، الاضافه لا لا معلش السمت انا اسف، الاسلامي. لا لا انا اسف، هو فين خبره ال 30 سنه اللي انت شغالهم؟ يعني الاخلاق دي ما مش هنختلف عليها، بس فين خبره ال 30 سنه؟ ما برضه مرة ثانية أنا مثلا معظم حياتي اشتغلتها في القطاع الحكومي، أو يعني تقريبا اشتغلت أول بداية عمري سنة أو سنة، أقل من سنتين يعني في الكونستراكشن، بعدين بديت في القطاع الحكومي ولحد دلوقتي وأنا في القطاع الحكومي. فأنا مثلا ما اشتغلتش كونتراكتور ولا اشتغلت كونسلتنت إلا حاجة بسيطة. ف فما اقدرش اقول له والله انا من واقع خبرتي في السنه او سنتين اللي قبل 30 سنه لا لا اشتغلتهم، انا كلمني عن هعلمك خبره ال انت 30 كيف تدير سنه اللي في موقع. القطاع الحكومي يا ايهاب. ال 30 سنه اللي في القطاع الحكومي دول خبرتك فيهم ايه؟ يعني الثقه اللي انت بقالك 30 سنه بتبنيه ده، يعني ايه الحاجات اللي انت اتعلمتها؟ إيه الحاجات اللي انت اتعلمتها واشتغلتها على مدار 30 سنه؟ والله في صعوبه في الموضوع يا وليد صراحه، صعوبه في الموضوع لانه انت تعرف يعني، خلينا مش اوكي، يمكن في بلاد من بلد على بلد تختلف موضوع البيروقراطيه في العمل الحكومي، وعندنا مثلا في دبي احنا شغالين يعني نار يعني مش بيروقراطيه مميته، لكن بتضل انه العمل الحكومي عمل حكومي، يعني انت بتشتغل على قوانين، تشتغل على ضوابط معينه، تشتغل آه، خلاص ما في مخالفات معينه، سواء كان لها علاقه مثلا في سيفتي، لها علاقه في ريجوليشنز معينه، لها علاقه ببيرميتس وات ايفر يعني. فانت مش عمالك تقول مثلا والله انا عندي خبره في، خلينا نقول الكواليتي، او حتى لو عندك خبره في الكواليتي بس مش نفس اللي انت بنفذها في السايت، او مثلا في الماتيريال، او في مثلا المشاكل اللي بتنشا عند مثلا تركيب عنصر على عنصر. لا، في عندك ناس قطع اشواط كثيره عني، يعني ستريت فورورد الواحد يقول خبرته في اي مجال. فما بقدرش لما انا انزل على سايت يمكن يكون هو خريج مثلا جديد من الجامعه له سنه سنتين، او خلينا نقول سنتين ثلاثه مثلا في السايت، ممكن يفهمني حاجات انا ما بفهمهاش، او ممكن افهمها بس ما عنديش الخبره بتاعتها. ده دلوقتي يعني ده في فاهمني وقتنا ازاي؟ الحالي. يعني هي المشكله طول المده ده. يمكن لما بدي انصح مثلا اولادي اقول له عمرك ما تضلك في مكان واحد في وظيفه واحده اكثر مثلا من 5 6 سنين. ليه؟ عشان تتنقل وتكسب خبرات. عظيم. هي في الاول عظيم. الاول يبقى والاخير. احنا هنا عندنا، ده تشالنج يا ايهاب. عندنا تشالنج هنا محتاجين نحله الاول قبل ما تفكر تحط مسمار في اي حاجه اسمها فكره بيزنس خاص لايهاب. يعني هنا عندنا الاول تشالنج محتاجين نتخطاه الاول قبل ما نفكر نعمل مم. اي حاجه اسمها بيزنس من اي نوع، سواء في عالم صناعه المعلومات او غير صناعه المعلومات او ايا كان. احنا محتاجين اعتقد عندنا وقت تاني، احنا عندنا سيشن تانية اعتقد محتاجين نقعد نبص فيها على الانفنتري، الجرد، نعمل جرد للخبرات بتاعت ايهاب. الحاجات مش لازم تكون كمان، لو انت بتقولي النهارده اولا انا فاهمه منك انه ال 30 سنه ما كانوش 30 سنه خبره، يعني زي ما بقول معظم الوقت انه، يعني اذا انت بتقول دلوقتي لو هتنصح ولادك هتقول لهم ما تقعدش مكان في 30 سنه في مكان واحد. انا ممكن اقعد 30 سنه ممكن اقعد 50 سنه في مكان واحد تحت شرط واحد. لو انا كل سنه كل سنتين انا بطلع ماسلز جديده، انا بتعلم حاجه مختلفه، انا بتطور، انا بعمل. او انا ممكن ابقى قاعد وعندي هدف مالي، فانا كل سنه كل سنتين انا بقرب ناحيه الهدف المالي بتاعي عشان عايز اعمل استثمار معين او.
فالاهداف بتتفاوت. لكن اللي انا عايز اقوله هنا في فكره البيزنس بتاعك يا 100% ايهاب، صحيح. انه عندنا تشالنج في فكره ان احنا نرد على الجمله البسيطه اللي بتحدد اي بيزنس في الدنيا. انا بحل مشكله ايه لمين؟ ف انت اخترت اليمين وقعدنا ندردش شويه، طلع اللي عندنا ما بيحلوش مشكله، ما هياش حاجه سوليد. فاحنا صح. عندنا اكسرسايز محتاجين نقعد كده السيشن الثانيه ان شاء الله، نقعد نعمل عمليه جرد لايه الحاجات اللي ممكن تكون اسيتس موجوده عند ايهاب، وميبي تكون انت مش اوير بيها. ميبي تاني فكره التشتت، وان انا عمال بجري هنا واجري هنا و ده مخليك مش قادر تحط ايدك على حاجه حقيقيه موجوده عندك سوليد ممكن تطلع من وراها بيزنس كويس. ممكن، وممكن نكتشف انه لا، انا عندي دلوقتي طاقة رهيبة، شغف ناحية موضوع ما، وليكن مثلا من غير ما نمسك فيها يعني. موضوع الاي اي مثلا. انت رحت النهارده ما شاء الله تبارك الله منطلق مع الاي اي، وبقينا شايفين ايهاب بلغات العالم وبيعمل وما اعرفش ايه وبتاع. ممكن جدا يكون عند ناس تانية عندهم احتياج لهذا الشيء وما يعرفوش النو هاو. بس ايهاب عنده الصبر على التعلم، عنده الجلد على انه يقعد يعمل سيرش ويشوف ومش عارف ايه وهكذا. ممكن نكتشف انه في شغف لموضوع معين. ايهاب ممكن الشغف ده يخلي عنده طاقة انه ياخد هذه الفكرة وهذا الشغف الى حيز انه يبقى فيه فاليو حقيقية بتحل مشكلة شريحة معينة، ونبدأ هنا نتكلم بقى نحول ده البيزنس ازاي. فاعتقد انه دي الحته اللي احنا محتاجين يعني نفرد لها وقت السيشن اللي جاي ان شاء الله، انه يا نجرد جرده في عمر ايهاب، ربنا يديك الصحه يا رب، 53 سنه، نجرد جرده ونشوف ايه الحاجات اللي موجوده، وقد يكون في داخلها حاجه فيها فاليو حقيقيه وانت مش شايفها، او يبقى عندنا شغف وده هيخلينا نشفت الفكره بتاعت ان انا التارجت بتاعي ان انا في خلال سنتين يبقى عندي باسيف انكم. لانه السنتين اللي جايين هو السنتين اللي ايهاب هيبقى ماستر في هذا التوبيك او هذا الشيء اللي عنده فيه شغف، علشان يقدر يسولف او يحل مشكله حقيقيه، وبالتالي يعمل بيزنس مستقر ومربح. تمام. ممتاز ممتاز ميك سنس؟ ممتاز. ميك سنس. هي بس بضيف الإضافة الأخيرة، إنه ده اللي مخليني أنا مثلا أتوجه نحو الكتب. بس ما هو تاني الكتب ما بتعملش آه، بيزنس، خصوصا أيوة. في عالمنا ماشي. العربي. خصوصا في عالمنا العربي. مش شرط عالم عربي. ودلوقتي أنا ممكن أحوله للغة الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي. ستيل عند الناس، ستيل و- عند الناس اللي بتقرا، ستيل عند الناس اللي بتقرا مش الكتاب اللي بيعمل فلوس. ستيل يعني. ماشي ماشي. فهنمخمخ بنناقشها في وقت تاني. السيشن التانية، نمخمخ ونقعد نشوف يعني ايه الحاجة. لانه انا تاني في الاخر اللي يهمني من ورا السيشن دي يا ايهاب النهارده، وانا سعدت يعني بوجودي معاك. لكن اللي يهمني هي فكرة انه انت يا رب ان شاء الله يعني تكون طلعت بس بفكرة انه آه استثمارك لوقتك هو كل حاجة. هو كل حاجة. فانت النهارده لو هنطلع ونقول ان انا هعرف اظبط وقتي لحاجه باين لها ملامح، حاجه انا احب ان انا اقضي فيها بقيه عمري، بعمل حاجه ليها قيمه حقيقيه وعلمي ينتفع بيه وتعمل لي بيزنس و فازاي امانج وقتي؟ ازاي ابقى ببص على وقتي واستثمره الاستثمار الامثل بحيث دي انه ان شاء تقلقش الله يعود فيها يا عليك؟ وليد، أنا بقول لك إن شاء الله. ان شاء الله دي تقلقش منها يعني. بس القلق هو الفكره الاولى، اللي هو انا مش عارف ابدا ازاي، مش عارف امسك في حته مظبوط. هو ده اللي عامل لي التشتت صراحه. نفرد لها السيشن اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكرمك يا سيدي. تسلم يا ايهاب، تسلم. كالعاده يعني ببقى سعيد وانا بتكلم معاك، وان شاء الله يعني ربنا يلهمك كده لحاجه تكون تنور حياتك الفتره اللي جايه ان شاء الله. امين يا حبيبي. شكرا شكرا لوقتك الثمين يعني قضيته معنا.
ومش عارف شو اقول لك يعني، غير انه يعني جزاك الله خير. لا يعني وإياكم افضل حبيبي. كلمه الواحد يقولها لواحد جزاك الله خير، فالخير من الله اكثر من البشر يعني. آمين بارك يا الله رب فيك يا وإياكم. وليد، وإياكم وشكرا على عطائك المستمر يعني. حبيبي يا إيهاب، ربنا يعزك ويبارك فيك وألتقيك على خير إن شاء الله. ان شاء الله، شكرا يلا شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.